بصيت لقيت طبعا سلايفي طبين عليا كده جزر الخوازيق زي ما بيقولوا يعني، وجايبين لي حاجات كشري وبيقولوا لازم تقفي تعملي لنا الكشري دوت. بقول لهم لا اشتروه من بره، قالوا لا ده غالي وطعمه مش حلو وانت بتعملوه لنا احسن من بتاع المحلات، وهنقف هنساعدك وهنعمل لك كل اللي انت عايزاه. قلت لهم ماشي، بس بشرط طبعا هتساعدوني وكمان هتشطبوا لي المطبخ. تمام، ده الشرط الاساسي عشان اعرف اعمل لكم ايه الكشري. بصراحه انا ما بحبش اكسف يعني حد خالص. المهم جابوا لي الحاجه وقلنا بقى ايه، نصلي على رسول الله كده ونعمل شويه كشري مصري بتكات وحركاته بقى احلى من بتاعه المحلات. والطريقه دي هتعتمديها ما اقولكوش، يعني كل العيله بيشكروا في الطريقه دي جدا جدا جدا، بره العيله وجوه العيله كمان. اول حاجه على طول طبعا عصروا لي طماطم. قلت لهم بقى ايه شفشق حلو طماطم كده مليان اعصروه لي، او شفشق ونص كمان. اعصروه طماطم وصفوه كويس، او المحلات ما بيصفوش الطماطم تمام، لكن انا لازم اشتغل بالطماطم بتاعتي ما يبقاش فيها اي قشر خالص او بذر. لازم الطماطم تجيبيها تضربيها في الخلاط وتبداي تعصريها كويس قوي قوي. العدس الجبه دوت بتنقعيه 10 دقايق بالظبط، بتغسليه كويس قوي وتنقعيه 10 دقايق بالظبط، وترفعيه على النار بيقعد له ربع ساعه على النار غليان بالظبط. قطعوا البصل بالشكل دوت جوليان كده رفيع خالص، وممكن تخرطيها كمان صغير خالص. وبدات احط له الملح، حبه ملح صغيرين، وحطيت له كمان معلقه دقيق كبيره مليانه كده، واقلبه كويس بالشكل ده. ونرفع بقى العدس بعد ما غسلته ونقعته 10 دقايق بالظبط، والتليفون كان عمال يقع يعني، بس يلا ما يجراش حاجه. وهنبدا على طول نحط بقى حله صغيره كده غويطه، نحط فيها كوبايه زيت حلوه كده، عشان الزيت ده اللي هنعمل بيه الكشري كله. هننزل على طول اول ما الزيت يسخن معانا، مش مثلا يطلع له ريحه او دخان او يتحرق او يكون بارد، لا لازم يبدا يسخن. ابداي حط على طول البصل بتاعك تحمريه. بصل حطينا له رشه ملح كويسه كده، وحطينا له معلقه دقيق كبيره مليانه، وقلبنا كله كويس في قلب بعض. ما عندكش دقيق ممكن تستبدلي بالنشا على طول. هبدا احمره بالشكل دوت. بصوا بقلب كده شمال ويمين عشان كله ياخد لون واحد، وهبدا ايه اديله اللون الحلو ده. متغمقوش قوي عشان لما بيطلع معاكي كمان بره بيتعرض للهواء بيغمق اكتر واكتر، لانه بيبقى لسه ما بردش معانا. تمام، طب هتطلعيه على ايه؟ لو عندك ورق مناديل مطبخ حطي، او ورق مطبخ حطي عليه، او كمان المصفى اللي انتوا شايفينها دي جميله جدا جدا، انا بحب اطلع عليها بصراحه البصل. بيتصفى كويس قوي قوي، في نفس الوقت بيتعرض للهواء وبينشف معانا، وبيطلع معاكي مقرمش، وبيطلع طعمه حلو جدا واحلى من بتاع المحلات. خلاص اهو طلعت اول كميه، هنزل بالكميه اللي بعدها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الزيت غالي، انا ما كترتش الزيت خالص، انتوا شايفين حله صغيره وحاطه زيت قد ايه، يعني حوالي نقول كوبايه مليانه من الزيت. تمام، احنا هنعمل حاجه اقتصاديه في البيت، لان الطبق من دوت طبعا وصل سعره غالي جدا بره. ومعاكي طبعا اطفال في البيت وبنتي وجوزك وكده، فبتبقى عايزه حاجه موفره، ولو حد طب عليك ضيوف ولو حد جالك فانت تقدري تعملي الاكل دوت. ولو عازم حد اعملي له كشري، ما يجراش حاجه في الظروف اللي احنا فيها دي، اعملي له كشري، مفيش اجدع من كده. المهم بقى حطيت حله على النار فيها ميه بتغلي، نزلت عليها معلقه ملح. اول ما غليت معايا معلقه صغيره من الملح، هننزل المكرونه. المكرونه اللي هي الصغيره ديت، ومكرونه سباكيتي رفيعه، الاتنين بياخدوا سوا واحد. 5 دقايق 6 دقايق انت يعني بتدوقيها كده بعد 5 دقايق، وتشوفي اخبار السوا بتاعها ايه. والله استوت، طلعيها في مصفى وسيبيها. في قلب المصفى اديها شطفه تحت الحنفيه، مهمه جدا اول ما بتطلع المكرونه تديها شطفه تحت الحنفيه وهي في المصفى، عشان توقفي التسويه بتاعتها، وتسيبيها ايه تتصفى تماما. نفس الحله بتاعت المكرونه ديت عشان ما نعملش حلل كتير زي ما بقول لكم. الحله هي بتاعت المكرونه. هنزل بقى بالزيت بتاع البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل، اخد منه شويه حلوين كده ليه، هنعمل الصلصه بتاعت الكشري. حطيت معلقه توم مهروسه، معلقه كبيره مليانه من التوم المهروس في قلب الزيت، واديها تقليبه لحد ما يبدا اللون معايا يصفر كده كويس قوي بالشكل دوت. بص انا بحب لعل على النار او ولا وطي على النار، انا بحب النار تبقى متوسطه. الاكل بتاعك بيطلع حلو جدا ومستوي حلو قوي قوي. ما تعليش على الاكل بتاعك قوي وما توطيش قوي، عشان ايه ما تتخنقيش. لما توطي على الاكل واحده بتتخنق، لما بتعلي جامد بص تلاقي الحلل كده بدات تتحرق معاكي وكلام من ده. خلي النار تبقى متوسط. المهم التومه ديت بدات تصفر معايا، حطيت لها 3 معالق كبار من الخل، ونزلت على طول بالعصير الطماطم، بس سبت شويه عشان الحمص. وحطيت ملح وفلفل اسمر وكمون ورشه بسيطه من السكر،
وسبتها ايه تاخد لها كام غلوه كده، تبقى صلصه معانا على خفيف، ما تبقاش ايه مسبكه تقيله قوي. تمام. الحمص طبعا زي ما بقول لكم وهم جابوه ونقعناه في ميه سخنه عشان كنا مستعجلين في اليوم دوت. نقعناه في ميه سخنه وبعد كده رفعناه على النار. بص اهوت، بتنقعيه يعني حوالي ربع ساعه على النار الاول في ميه سخنه، عشان يبقى داخل على التسويه كده على النار، ما ياخدش معاكي تسويه كتير. المهم انا ضفت له يعني حطيته في ميه وبدأ يغلي معايا، ضفت له معلقه صغيره من السكر عشان يستوي على طول، وضفت له حبه صلصه من عصير الصلصه اللي احنا عاملينه دوت، وحطيت له معلقه توم مهروسه وسبته بقى ايه. هو كده خلاص كان داخل على سوا. نص المكرونه ضفت لها شويه زيت من بتاع البصل عشان تطلع معانا مفلفله وحلوه. الزيت كان سخن جدا، مش محتاجه ان انت تحطي المكرونه في حله بقى وتفضلي تقلبي فيها على النار وتحطي الزيت بتاع البصل عليها عشان مفلفله، لا هي كده تطلع مفلفله وحلوه جدا. العدس بجيب خلاص، انا كنت محتاجه الحله بتاعته، استوى تلات ارباع تسويه، ربع ساعه على النار ميه مغليه، فضيته في قلب حاجه اللي انتوا شفتوها ديت، علبه يعني بلاستيك، عشان محتاجه الحله اللي كان بيستوي فيها. الكميه بتاعت الزيت كانت قليله هيت معايا، اللي فاضت بتاعت التقليه بتاعت ايه البصل. هضيف لها شويه زيت كمان عشان الحله دي اللي هعمل فيها طبعا الرز. بصوا انتوا في الوقت ده ممكن تقطعي، انا بشوف ناس بتخرط بصلايه صغيره في قلب الرز ابو شعريه. انا بصراحه ما بحبهاش، انت لو حابه تضيفيها ممكن، لكن انا بصراحه ما بحبهاش خالص خالص خالص. انا يا دوبك نزلت بالشعريه بالشكل دوت، وهبدا يعني اديها تحميره حلوه جدا كانك يعني بتحمري الشعريه عادي خالص، مفيش اي مشكله. وبعدين هنزل بالرز يكون طبعا مغسول كويس جدا جدا. تمام. في ناس بتنقع العدس بره مثلا ساعة ساعتين، وبيبدأوا يحطوه على العدس على الرز أو الشعرية ويستوي كله مع بعضه. عايزة أقول لك العدسية بتطلع نية، مش مستوية حلوة جدا يعني، مش مستوية خالص. فأنت لما بتديله ربع ساعة على النار غليان بصراحة بيطلع حلو جدا جدا، بيبقى مستوي تلات أرباع تسوية. جربي بس انت الطريقة دي وانت والله هتدعي لي. تمام. حطينا الرز، هندي بقى ايه، هنحور الرز مع الشعريه او يعني ايه نشوحها. تمام. هنشوح تشويح حلو قوي كده بالشكل دوت، وعلى طول هننزل بالعدس اهوت اللي استوى معانا بالميه بتاعته. الميه بتاعته دي مهمه جدا جدا. ليه؟ لان هتخلي لون الرز بتاعك بالشعريه بالعدس بيبقى لونه كده بيبقى حلو قوي، بني كده، بيبقى يعني اللون بتاعه بيبقى حلو جدا. لقيته محتاج شويه ميه كمان، ضفت له شويه ميه كمان. لازم الميه تبقى مغطيه الرز. وضفت له كمان معلقه ملح وشويه كمون، بس بتدوق التحقيقه بتاعتك محتاجه ملح او كمون حطي. حطيت كمان معلقه توم صغيره خالص مهروسه كده في قلب الرز بتاعك. ما اقولكوش بقى شويه رز شعريه بالعدس كده، يعني بصوا ما اقولكوش، او زودت شويه الميه، حاجه يعني كده قلاجه قلاجه، شغل فاخر من الاخر. تمام. هبدا بقى، بصوا الحمص بوريهولكوا استوى خلاص اهوت، يا دوبك بقى بضيف له الملح والكمون وشكرا على كده، مش محتاجين اكتر من كده. الحمص كمان خلص. الرز رفعناه على النار بيشرب ميته، هتوطي عليه النار عشان يفلفل معاكي خالص زي الشمعه. بعد ما يشرب ميته لازم توطي عليه النار. باخد بقى شويه شويه من الميه ديت، بصوا بتاعه الحمص دي، عشان هعمل الدقه الحمراء الحلوه بتاعتنا. هنضيف لها على طول يعني هزود كمان توم، مع انه هو فيه توم بس هزود حوالي 3 معالق كبار من الخل، وهزود ليمونه كبيره كده اعصرها، وهزود كمان حبه كمون صغيرين يعني صغيرين، وهنحط يعني معلقه صغيره من التوم. دي بقى تبقى دقه حلوه جدا. بصوا الرز اهو فاضل له كمان سيكه، يعني ايه وطيت عليه النار بقى، قلت سيبه ايه يعيش مع نفسه شويه، بس لازم لما يشرب ميته تقلبيه من تحت لفوق عشان ما يلزقش معاكي، وسيبيه يشرب ميته. هعمل كمان شويه شطه بس مش على النار، لان بصراحه صدري تعبني جدا. ممكن تاخدوهم على النار الزيت مع الشطه وتحمروهم على النار، بتبقى شطه الزيت بتبقى جامده جدا وحاره قوي قوي. انا ضفت يا دوبك 3 معالق من الزيت ومعلقه الشطه الكبيره، انا هعملها على البارد. وجبت كمان مغرفه الصلصه او مغرفه ونص، وهقلب كله كويس قوي. ممكن كمان لو عاوزاها حراقه اكتر هتجيبي قرن فلفل كده حراق وتخرطيه في قلب الشطه ديت، خرطيه قطع صغيره خالص بقى وتاكلي بقى الشطه ما اقولكوش. بس هي كده بتبقى حلوه قوي، احسن ما بتحطها على النار. مجرد ما تحطها على النار بس تشمي بقى الكحكحه بقى ما اقولكوش، وبيبقى يعني حاجه فظيعه فظيعه. المكرونه مفلفله واخده الزيت بتاع البصل، حط لها زيت من البصل عشان تطلع مفلفله. الحمص خلص، الصلصه
ما تسبكهاش قوي بتاعت يعني نص تسبيكه كده. والرز كمان مفلفل وخلص معانا. تعالوا بقى نعمل اطباق كده سهله وبسيطه، هوريكم ازاي. الاول خلاص المكرونه هي ممكن حد يقول لي ينفع نسخن المكرونه مع شويه زيت؟ اقول لك مش محتاجه خالص، لان انت اصلا الرز هو لسه طافين عليه النار، الرز سخن مولع، كمان الصلصه سخنه مولعه، فكله مع بعض بيخلط على بعض. بص تلاقي الدنيا كلها سخنه بقلب بعضها، فانت مش محتاجه خالص الخطوه دي. بصوا بقى الكلام، الصلصه ما تسبكهاش قوي كانك بتسبكي المحشي او كده، لا. الصلصه لازم بتبقي طبعا هي نص تسبيكه، يعني ما بتاخدش غليان على النار، حوالي 6 دقايق 7 دقايق وخلاص على كده. حطي بقى الحمص بتاعك بالشكل دوت. ما اقولكوش بقى شويه كشري يعني، والله والله الطريقه دي مش هتخليك تشتري كشري تاني من بره خالص. هزود كمان شويه شويه بتاع ده، اللهم صل على النبي، البصل. بص بوريكم اللي هو قد ايه مقرمش وكمان طعمه حلو. عايزه اقول لكم طبعا يعني سلايفي واقفين بيتفرجوا عليا، قلت لهم بقى اتعلموا الطريقه، مش هينفع طبعا كل ما حد يحتاج حاجه يقول لي اعملي لي، يعني ببقى يعني انتوا شايفين صوتي عامل ازاي، اقسم بالله تعبانه جدا جدا، بس ما بكسفش حد خالص. تمام، بس الواحد ما يجيش على نفسه عشان خاطر ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني الواحد ما يجيش على حساب صحته كده، بس يعني والله ربنا يعني ايه يستر علينا وعليكم. المهم إيه، عملت لهم الكشري اهو زي ما انتم شايفين اهوت، ومفيش مواعين كتير يعني بصراحة يعني واقفة، يعني واحدة غسلت لي المواعين والتانية شطبت لي البوتاجاز، لأن أنا فعلا كنت تعبانة، وما كنتش تعبانة، وما كنتش خليتهم يعملوا أي حاجة خالص. وآدي الكشري المصري، ما أقولكوش طعمه حلو جدا، طريقته سهلة وبسيطة. بصوا بقى الفلفلة بقى والجمال، ما أقولكوش. طبق كشري يعني عالمي، يعني الطبق ده لو هتشتروه من بره مش أقل من 30 جنيه، 40 جنيه. بالحاجات بتاعته، بالشطة بالدقة بالحمص. شايفين بقى حجمه قد ايه حلو قوي، وجربوا طريقته. يا سيدي يا سيدي، شايفين بقى الجمال، هو ده. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وسلام عليكم. جربوا الكشري بطريقته، مش هتندمي خالص خالص. شايفين الجمال يا سيدي؟ الله، هو ده.